ازاي نعرف ان ربنا بيستجيب للصلوات؟ مش ممكن تحصل الحاجات دي صدفة؟ وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. متى 6 عدد 6. في البداية عايزك تعرف إن مفيش صدفة مع ربنا، عشان هو دايما بيعمل كل حاجة عشان اللي بيحبوه واللي بيوافق خطته. ربنا بيهتم بكل حاجة وخطته دايما بتنجح. ربنا بيستجيب لصلواتنا وهو عايزنا نصلي. ربنا طلب مننا إننا نصلي، هو علمنا إزاي نصلي. وأنا مش بآمن إن ربنا يطلب مننا ده وفي نفس الوقت ما بيسمعناش وما بيستجيبش. يسوع صلى كتير جدا وهو على الأرض لله الآب، بس خليك فاكر إن ربنا ما بيستجيبش لصلاتنا بالطريقة اللي احنا مفكرين إنه هيستجيب بيها. في أوقات هنلاقي إننا بنستقبل فيها استجابات حلوة جدا وسريعة، بس في أوقات تانية ممكن ناخد سنين من الصلاة عشان ربنا يستجيب لصلاتنا، ومرات تانية ممكن ربنا ما يستجيبش أصلا لصلواتنا دي. كمان احنا لازم نفهم ان الخطية بتأثر على صلاتنا اوقات من غير ما نعرف او نفهم او حتى يكون عندنا الرغبة اننا نعترف بده. بنصلي صلوات انانية لحاجات ما ينفعش اننا نصلي علشانها. محتاجين اننا نصلي دايما لحد ما ربنا يورينا مشيئته لينا، وربنا هيعمل كده. ربنا عايزنا نصلي، عايز اننا نمجده في صلاتنا، وعايزنا نطلب منه انه يستجيب للحاجات اللي احنا محتاجينها. الصلاة هي الكلام مع ربنا زي ما بنتكلم مع صحابنا. ربنا بيحب يسمع منك بالطريقة دي، فكمل في الصلاة وهو هيستجيب. ربنا هيستجيب بس بالطريقة اللي هو شايف إنها أحسن لينا.